السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي ميعادنا مع مراجعة امتحان شهر نوفمبر للصف الأول الإعدادي. هنراجع مع بعض إن شاء الله، نستعد كويس جدا لامتحان الشهر وربنا يكرمنا ونجيب أعلى درجة فيه. اوعى تنسى إن احنا قربنا نبدأ مراجعات، عايزك تكون معايا في السناتر بتاعتي عشان نحضر المراجعات مع بعض. نبدأ. اكتب ماتيريال العبارات. امتحان الشهر يجي على الوحدة الثانية اللي هي وحدة التاريخ اللي معانا، وأول درس في الوحدة الثالثة اللي هو نظم الغابات. بس نبدأ. مجموعة نصوص دينية نقشت بالخط الهيروغليفي على جدران الحجرات الداخلية للأهرام. اسمها إيه دي؟ اسمها نصوص. شغل القلم. نصوص الأهرام. ماشي. نكمل. قال لك فترات زمنية في التاريخ المصري القديم سادت فيها البلاد حالة من ضعف سلطة الملوك والحكومة المركزية، وانتشرت فيها الاضطرابات السياسية والاقتصادية. عصر الاضمحلال. فترة ضعف اسمها اضمحلال. ثلاثة. مجموعة من القبائل التي جاءت من وسط آسيا. مين اللي جانا من وسط آسيا؟ الهكسوس. دولة كبيرة تسيطر على مناطق وشعوب مختلفة تحت قيادة مركزية قوية، وتشكل هذه الدولة عبر الفتوحات والتحالفات، وتضم ثقافات متعددة. الإمبراطورية. نكمل. من هو؟ هنا جمع لك كل شخص في مربع واحد، يعني هو هيجيب لك مش كل ده، يجيب لك جملة واحدة عن الشخص وانت لازم تكون عارف الشخص ده مين. استطاع توحيد مملكتي الشمال والجنوب، وأسس عاصمة موحدة للبلاد اسمها مدينة منفر. نعرمر. الشاطر عارف ان نعرمر بين قوسين مينا. مؤسس الأسرة الثالثة وصاحب الهرم المدرج في سقارة. زوسر. وزير الملك زوسر اللي قام بتشييد الهرم المدرج بسقارة. إمحوتب. طيب يلا نشوف دي. مؤسس الأسرة الرابعة أطلق عليه الملك المحسن المحبوب. ازدهرت في عهده البلاد اجتماعيا وتجاريا وفنيا وعمرانيا. بعت أسطول بحري مكون من 40 سفينة الفينيقية. عمل حملة ليعيد الأمن لحدود مصر الجنوبية. طبعا مؤسس أسرة رابعة يبقى سنفرو. طبعا المعلومات دي كلها معروفة. نكمل. تاني ملوك الأسرة الرابعة. شهد الهرم الأكبر على هضبة الجيزة. ازدهرت في عهد التجارة الخارجية لمصر خاصة مع فينيقيا. خوفو. طب أمر بتشييد الهرم الأوسط، وأمر بنحت تمثال أبو الهول، ووصل النحت في عهده إلى قمته. خفرع. مؤسس الأسرة الخامسة وشاهد معابد الشمس المكشوفة في أبو صير بالجيزة، وشاهد العديد من المرسلات الضخمة. مين اللي عمل بدأ الأسرة الخامسة؟ أوسر كاف. آخر ملوك الأسرة الخامسة وأول من كتب نص الأهرام على جدران حجرات الدفن داخل الهرم. الأسرة الخامسة آخر ملك في الخامسة أو ناس. رحالة قام برحلات استكشافية نحو الجنوب في إفريقيا، خدناها في الوحدة اللي فاتت. حر خوف. تعد فترة حكمه بداية المجد الأسرة الحادية عشر، حيث أنه نجح في توحيد البلاد بعد انقسامها، وأعاد السلطة المركزية القوية، وأصلح نظام الإدارة في الدولة. نجح في الحد من نفوذ حكام الأقاليم، جمل طيبة وأنشأ فيها المعابد، وسع الحدود جنوبا، أرسل بعثات تجارية إلى بلاد بونت عبر الصحراء. طبعا ده مونتو حتب الثاني. دي كلها أعماله. طب مؤسس الأسرة ال 12 ونقل العاصمة من طيبة لأسيد تاوي، وأخضع حكام الأقاليم لسيطرته قدام ألقاب رفيعة وقربهم ليه. طرد القبائل الآسيوية اللي دخلت مصر عن طريق الشرق. أقام سلسلة حصون في الحدود الغربية للدلتا. وصلت حدود مصر الجنوبية في عهد الجندل الثاني. امنمحات الأول. بعده
من أعظم الملوك الذين قاموا بحملات عسكرية ناجحة لتأمين حدود مصر من جهة الشمال والجنوب، وبنى حصني قمنة وسمنة عند الجندل الثاني، وأمر بنحت قناة سيزوستريس. سونو سيرت الثالث. كمل. امتاز عهده بالسلام والتنمية الاقتصادية، أرسل نحو 24 بعثة لاستخراج المعادن وقطع الأحجار في شبه جزيرة سيناء، اهتم بالزراعة وأقام سد اللاهون عند مدخل بحيرة موريس. نمحات مستر خدنا النمحات فوق، لا ده النمحات بقى اللي فوق الأول، ده الثالث. ابنة الملك ابن محات الثالث، وتولت حكم مصر عقب وفاة ابن محات الرابع. آخر حكام الأسرة الثانية عشر، استمر حكمها أربع سنين. كانت أول حاكمة يتم تسميتها باسم الإله سوبك. خليك فاكر موضوع سوبك ده، رمز القوة لحكام مصر. عملت معابد كتير، كملت هرم أبوها في منطقة هوارة، عملت هرم لنفسها في منطقة دهشور. مين الست دي؟ سوبك. سوبك فيها ضمة. سوبك نفر. بدأ النضال الحقيقي لتحرير بلاد من الهكسوس، ولكنه قتل في ساحة المعركة. بدأ النضال عشان دي اللي هتبينه. لا مش أوسر كام، سقنن رع. نمسح بقى حتة أوسر دي. سقنن رع ارفع. ابن الملك سقنن رع الثاني حمل لواء الكفاح ضد الهكسوس بعد أبيه، عمل على تأمين الحدود الجنوبية، قدر يحرر أجزاء كتير من مصر الوسطى ومن نفوذ الهكسوس، ولكنه اتقتل زي أبوه كاموس. نكمل. ابن الملك سقنن رع الثاني أكمل الكفاح اللي بدأه والده وأخيه كاموس ضد الهكسوس، حاصر عاصمة الهكسوس أواريس وهزمهم وحرر مصر منهم، وتعقب الهكسوس إلى فلسطين حتى قضى على خطرهم، خلاص ما بقاش لهم لازمة. وجه اهتمامه بعد كده إلى إعادة تنظيم البلاد وأسس الدولة الحديثة. أحمس الأول. زوجة الملك سقنن رع الثاني والدة كاموس وأحمس الأول، وكان لها دور مهم في تحرير البلاد من الهكسوس. من زوجة الملك سقنن رع وأم أحمس؟ إياح حتب. كانت بتشجع ابنها على الحرب وولادها الاثنين. مؤسس الدولة الحديثة، خد مدينة طيبة عاصمة، أمن حدود مصر الجنوبية بعد ما طرد الهكسوس. هو طرد الهكسوس طبعا، فاهمين مين؟ احنا لسه مجاوبينها. توجه نحو الجنوب وقضى على حركات التمرد وأعاد الأمن. قام بحملة فينيقيا وبسط نفوذه عليها، راح على فينيقيا وسيطر عليها. مهد لتكوين الإمبراطورية، جهزنا الإمبراطورية. بنى وعمر وصلح اللي اتهدم أثناء فترة احتلال الهكسوس لمصر. أحمس برضه الأول. ضم مدينة نبتة إلى حدود مصر، وجعل من نبتة لشمال إدفو وحدة إدارية واحدة. اتجه لآسيا، وصل لنهر الفرات، وبذلك بسط نفوذه في الجنوب، واهتم بالعمران وبنى معابد وطور معبد الكرنك. تحتمس الأول. طب مهندس الملك تحتمس الأول، المهندس بتاعه بقى اللي اختار وادي الملوك ليدفن به تحتمس الأول، إنيني. من أشهر الملكات في مصر القديمة، وتميزت بإنجازاتها السياسية والاقتصادية والثقافية والعمرانية خلال فترة حكمها. الست دي عملت رحلة تجارية لبلاد بونت، دي أشهر حاجة عندها عشان حب يسأل عنها، واللي صورتها على جدران المعبد بتاعها اسمه معبد الدير البحري. حتشبسوت. من أعظم ملوك مصر في مجال الحرب والإدارة. الملك ده أنا بحبه قوي. قال لك من أعظم ملوك مصر في مجال الحرب والإدارة، قاد 16 حملة عسكرية في آسيا، بنى أسطول بحري قوي وبسط بيه سيطرته على كثير من الجزر في البحر المتوسط والساحل الفينيقية. هو عمل 16 على آسيا، فال17 عملها على كوش وكسب. أقام إمبراطورية كبيرة، بنى إمبراطورية جامدة لغاية الجندل الرابع، تحت بعد الجندل الرابع عمل معركة مجده مع أمراء آسيا وكسبها. اهتم بأمور البلاد الداخلية، ظبط مصر، عمل معابد ومسلات، وكان عنده سياسة سلمية عشان يحافظ على الإمبراطورية بتاعته. مين الملك اللي مليان إنجازات ده؟ تحتمس الثالث. نكمل. قام بثورة دينية دعا إلى عبادة إله واحد وهو الإله آتون. بص ده اسمين عشان برضك لو حب يجيب لك في الاختيارات ويلخبطك. أمنحتب.
الرابع. هو ده كان اسمه الاساسي، وهو سمى نفسه اخناتون، غير اسمه. تولى عرش مصر خلفا لاخناتون، وكان صغير في السن. مين اللي جه بعد اخناتون وكان صغير؟ ابنه بصراحه. اعاد مدينه طيبه عاصمه للبلاد، بوظ كل حاجه عملها ابوه. ابوه كان نقل العاصمه رجعها طيبه. اعاد عباده الاله امون، ابوه كان لغى عباده امون وجاب اتون، لغى اتون ورجع امون. غير اسمه من توت عنخ اتون، ابوه كان مسميه توت عنخ اتون، غير اسمه لتوت عنخ امون. بوظ كل حاجه. امر باصلاح المعابد اللي اغلقت وتضررت خلال فتره حكم اخناتون، حتى المعابد اللي اخناتون قفلها رجعها تاني. شيد معبدا في مصر وشمال، معابد في مصر وشمال السودان، وبنى اضافات باسمه في معبد الاقصر والكرنك. اهم حاجه فيه بقى ان هو تم اكتشاف مقبرته من 103 سنه 1922. مين هذا الشخص؟ احنا قلنا اسمه توت عنخ امون. من اشهر ملوك الدوله الحديثه، ارفع مستر. من اشهر ملوك الدوله الحديثه، عصره اسمه الامبراطوريه الثانيه، رجع لنا الامبراطوريه الله يبارك له. اكمل ما بدا والده السيتي الاول من مباني في معبد زي معبد ابيدوس. ابوه كان عمل ابيدوس من ابوه عشان بيسال عنه ساعات. السيتي الاول. امر بنحت معبدين في منطقه ابو سمبل، واحد ليه واحد لمراته اسمها امراته، برضك الناس بتنساها، فاكرين نفرتيتي وبينسوا نفرتاري. وعمل العديد من المسلات، وخاض معركه قادش ضد الحيثيين، كسب في المعركه. وبعد ما كسب عمل مع الحيثيين بقى ايه؟ معاهده سلام، اول معاهده سلام. مين ده يا مستر؟ رمسيس الثاني. يعتبر المؤسس الحقيقي للأسرة العشرين، واستطاع هزيمة شعوب البحر المتوسط. الراجل الوحيد اللي حارب أو أجمد واحد حارب في البحر يا ولاد على فكرة. قدر يتصدى الليبيين اللي هاجموا علينا من الغرب. اهتم بشؤون مصر من جوه وبره. أعاد تنظيم الجيش، نظم لنا جيش تاني، وبعت ناس تتاجر بالذات مع بلاد بونت، وعمل معابد وتماثيل ضخمة. مين ده يا مستر؟ قال لك ده رمسيس الثالث. نخش على بما تفسر. يعد العصر العتيق عصر البناء والتأسيس في مصر أو في التاريخ المصري القديم. ليه العصر الدولة العتيق بالذات هو عصر البناء والتأسيس؟ لأن العصر ده بيبدأ فيه توحيد مصر، فده الوقت اللي اتوحدنا فيه على إيد الملك نعرمر، معلش مكتوبة غلط. وقدر يوحد مملكتي الشمال والجنوب، ويعمل لنا بقى أول عاصمة موحدة لمصر، مدينة منفر. طب تميز العصر العتيق بالاستقرار وتحقيق الأمن. قال لك لأن الملوك في العصر ده أمنوا الحدود، خلوا حدودنا أمان، وبنوا حصون، خلوا في حصون تحمينا من الأعداء. يعني حصون زي القلعة كده. سمي عصر الدولة القديمة بعصر بناة الأهرام. ليه عصر الدولة القديمة بيتقال عليه عصر بناة الأهرام؟ قال لك لأن الملوك بنوا مقابرهم على شكل أهرام، مش محتاجة زكاوي. طب نحت المصريين خلال عصر الدولة القديمة التماثيل الملكية. ليه كانوا بينحتوا تمثال للملك؟ لأن الملك بيعبدوه مقدس. قال لك بسبب اعتقادهم فيه قدسية الملك. تسمية هرم سقارة بالهرم المدرج. ليه بيقولوا على هرم مدرج؟ هرم مدرج لأنه الهرم ده مكون من 6 مساطب مختلفة الحجم أو متدرجة. لقب الملك سنفرو بالملك المحسن المحبوب. ليه بيقولوا عليه كده؟ قال لك لأنه كان عنده عظمة، ملك عظيم وعدل. ماشي. أرسل الملك سنفرو أسطول بحر لفينيقيا. ليه بعت أسطول حرب في بحر فينيقيا؟ عشان يجيب هناك أخشاب شجر الأرز. دي حاجة مهمة جدا، الخشب ده كان قوي قوي. طب جبنا ليه يا مصر؟ عشان نعمل منه التوابيت ايه تاني والسفن. سقوط الأسرة الرابعة في مصر القديمة. ليه سقطت؟ قال لك أصل بص كهنة الإله رع إله الشمس نفوذهم زاد. يعني نفوذ، سيطرة، بقوا مسيطرين قوي. حتى استطاع كبيرهم، قدر كبيرهم اللي اسمه أوسركاف يعمل ايه كبيرهم؟ إنه يوصل للحكم، إنه يقتل اللي بيحكم ويحكم مكانه. أهمية نص الأهرام. يا ترى إيه لازمتها بالنسبة لنا نص الأهرام دي؟ قال لك أمدتنا بالكثير من المعلومات، عرفتنا معلومات كتير عن المعتقدات الدينية المصري القديم. عرفتنا المصري القديم كان بيؤمن بإيه وكده. ضعف وسقوط الدولة القديمة. ليه الدولة القديمة ضعفت وسقطت؟ قال لك أول حاجة إن السلطة المركزية كانت ضعيفة. مصر يعني السلطة المركزية الملك يعني والناس اللي معاه. طب لما الملك يضعف مين يبقى أقوى؟ قال لك حكام الأقاليم. هنشوفها كمان شوية. توقف الحكومة عن تنفيذ مشروعات اقتصادية. الدولة ما كانتش بتعمل أي مشاريع، وده خلى المصريين يعملوا ثورة عارمة. خد بالك إن العصر ده كان قوي جدا، بس العصر ده انتهى بإن إحنا عملنا ثورة، قضينا عليه بالثورة.
اهتمام ملوك عصر الدوله الوسطى ببناء الحصون. ليه اهتموا بالحصون؟ قال لك عشان يامنونا من الشرق ومن الجنوب. يطلق على عصر الدوله الوسطى عصر الرخاء الاقتصادي. ليه بيتقال عليه رخاء اقتصادي؟ كله اقتصاد، كله مشاريع اقتصاديه. قال لك بص، اهتم الملوك في العصر ده بالتعدين واستغلوا المحاجر والمناجم، جابوا لنا حجاره ومعادن. ماشي. كمان عندنا نشاط تجاري واسع، تاجرنا مع مين؟ مع فينيقيا وبونت، يبقى كده تعدين وتجاره. اهتمام بمشاريع الزراعه، بص كمان زراعه اهو، من خلال توسيع مساحات الاراضي زرعنا ارض اكتر، واقامه سدود زي سد اللاهون هنتكلم عنه تاني كمان شويه. نقل الملك ابن محات الاول عاصمه البلاد من طيبه لاسيت تاوي. ليه اختار اسيت تاوي تكون العاصمه ابن محات الاول ده؟ قال لك عشان يكون في النص. اصل طيبه في الجنوب قوي تحت خالص، بعيد خالص عن الشمال، لا هو عايز موقع متوسط ما بين وجه بحري وجه ابلي، يسيطر على الشمال والجنوب. ماشي. اقام الملك ابن محات الاول سلسله من الحصون على الحدود الغربيه للدلتا. ليه ابن محات الاول عمل الحصون على الحدود الغربيه للدلتا؟ قال لك غرب يبقى جاي من عنده ليبيا، يبقى عشان يصد او يحمينا من غارات الليبيين. قيام الملك سنوسرت الثالث بحفر قناه سويس. دي قناه زي قناه السويس النهارده، تربط البحر الاحمر بالمتوسط بس بشكل مش مباشر، غير مباشر، من النيل على طول، يعني من البحر المتوسط للنيل لقناه سويس للبحر الاحمر. قال لك عشان يربط البحر الاحمر زي ما قلت اهو بالبحر المتوسط، ايه؟ عن طريق نهر النيل. هتعدي من البحر الاحمر لقناه سويس لنهر النيل للبحر المتوسط، وده هيزود حركه التجاره ما بين مصر وجيرانها. طب اقام الملك ابن محات الثالث سد اللاهون. ليه عمل سد اللاهون؟ قلت لك هنتكلم عنه. اول سبب، وده طبيعي جدا، يخزن ميه الفيضان. احنا بيحصل عندنا فيضان كل سنه وجفاف، فهنخزن ميه الجفاف لوقت الجفاف، ميه الفيضان قصدي لوقت الجفاف. حمايه البلاد من المجاعه اللي بتصيبها نتيجه انخفاض منسوب المياه. اهو مش احنا خزناها، فلما يجي الجفاف اللي هو انخفاض منسوب الميه هنطلع الميه ومش هنجوع. والتوسع في مساحه الارض الزراعيه بره المنهج، المعلومه دي من اولى ثانوي. بسبب السد ده زرعنا 27,000 فدان زياده. اقام الملك ابن محات الثالث مقياس للنيل او مقاييس للنيل. ليه الملك ابن محات الثالث عمل مقاييس للنيل؟ قال لك بص، هنراقب ارتفاع منسوب الميه، نعرف الميه بتعلى وتقل امتى عند الجندل الثاني، عشان طبعا نحدد الضرايب على الناس. كل ما الميه تكتر كل ما الناس تكون بتزرع اكتر، كل ما ناخد ضرايب اكتر. طب لو الميه قلت الناس بتزرع قليل تاخد منهم ضرايب قليل. ده يا حبيب قلبي عدل، انت كده مش ظالم حد. ضعف وسقوط الدوله الوسطى. قال لك الملك بقى ضعيف، الذين جاءوا بعد الملك ابن محات الثالث كانوا ضعف الملوك، وده خلى في صراع ما بين حكام الاقاليم. حكام الاقاليم اتخانقوا على مين يحكم. قيام الملك كاموس بحمله مفاجاه على ارض كوش. ليه احمد الملك كاموس عمل حمله على ارض كوش؟ كاموس ده كان بيحارب الهكسوس. ليه راح لكوش؟ قال لك بص عشان يجبر امير كوش على قطع الامدادات اللي كانت بتوصل لهكسوس عن طريق نهر النيل. كوش كانت بتبعت مساعدات للهكسوس من نهر النيل، هو عايز يمنع ان الكوش يبعتوا مساعدات لهكسوس، الهكسوس يبقوا اضعف. اقام المصريين القدماء خلال عصر الدوله الوسطى مركزا ومحطات تجاريه على طول نهر النيل جنوبا. ليه كنا بنعمل مراكز ومحطات تجاريه على نهر النيل؟ قال لك عشان نخزن ونوزع السلع المستورده والمصدره. هم احنا عايزين نصدر حاجه هم مش عايزينها، نبعتها للمحطات والمراكز نخزنها هناك، لما يبقوا يحتاجوها هنبعتها لهم لسه ولا ياخدوها من المحطات والمراكز. من المحطات والمراكز نفس الفكره، هم عايزين يدونا حاجه احنا مش عايزينها دلوقتي، ناخدها بحيث ان احنا نخزنها، فلما نحتاجها ناخدها على طول من المحطات والمراكز بتاعتنا. تسميه عصر الدوله الحديثه بعصر المجد الحربي وعصر بناة الامبراطوريه. ليه بنسميها مجد حربي او بناة الامبراطوريه؟ قال لك عشان الملوك في العصر ده قدروا يكونوا الامبراطوريه، ما اسمها امبراطوريه عشان كده. امتدت الامبراطوريه دي في اسيا وافريقيا. ماشي. من اللي فين؟ قال لك من نهر الفرات في الشمال الشرقي لغايه بعد الجندل الرابع نفسه. على فكره وجود جيش قوي في عصر الدوله الحديثه. ايه سبب وجود جيش قوي؟ قال لك يا سيدي الجيش ده هيحافظ على النظام، هيخلينا نعيش في نظام والاستقرار الداخلي، كمان هيحمينا من الاخطار والتهديدات الخارجيه. اي مشاكل في جوه هيحمينا منها الجيش، اي مشاكل من بره برضو الجيش يحمينا منها. اتجاه الملك احمس الاول نحو الجنوب. ليه احمس الاول راح الجنوب بعد ما طرد الهكسوس؟ قال لك عشان يامن حدود مصر من الجنوب، كان في اعداء من الجنوب، ويقضي على حركات التمرد. في ناس في جنوب مصر ما كانوش بيسمعوا كلام الملك فقضى على حركاتهم. تطوير الملك تحتمس الاول لمعبد الكرنك. ليه طوره؟ قال لك عشان يكون المعبد ده هو المعبد الرئيسي لمدينه طيبه، العاصمه من ايام احمس وهي طيبه. فتحتمس الاول قال لك لا خلاص بقى، طالما طيبه هي طيبه العاصمه فعايزين معبد رئيسي ليها، فطور الكرنك عشان هو يكون هو المعبد الرئيسي.
احضار الملك تحتمس الثالث لابناء والامراء الاسيويين الى مصر بعد معركه مجد. وليه بعد ما كسب المعركه جاب العيال الصغيره على مصر؟ قال لك بهدف تعليمهم العادات والتقاليد المصريه، هيعلمهم عادات والتقاليد المصريين، ويغرس كمان في قلبهم حب مصر، هيخلي العيال الصغيره دي يحبوا مصر، حتى اذا ما عادوا الى بلادهم تولوا الحكم ويصبحوا اتباع المخلصين. لما يرجعوا بلادهم تاني هيبقوا بيحبوا مصر قوي، هيبقوا حكام في بلدهم وهيبقوا بيسمعوا كلام مصر اللي هي ايه؟ البلد اللي ربتهم وعلمتهم بقى وليها فضل عليهم. قيام معركه مجد، وايه سبب المعركه؟ قال لك اصل امراء اسيا بطلوا يسمعوا كلامنا بقياده امير قادش، خرجوا عن الحكم المصري. يعني خرجوا عن الحكم المصري، ما بقوش يسمعوا كلام المصريين. شهرة الملك توت عنخ آمون، ليه الملك ده مشهور؟ مع انه تولى الحكم صغيرا، وعلى فكره مات صغير، حكم تقريبا 7 سنين، مات وهو 19 سنه. قال لك عشان مقبرته بقى مش هو، ان المقبره بتاعته اكتشفت من 100 سنه، 100 وشويه، في وادي الملوك. بص واحتوت على كنوز، المقبره دي ما اتسرقتش، احتوت على كنوز اثريه لا مثيل لها، وتعبر عن تقدم الفنون في مصر القديمه، بتورينا قد ايه الفن في مصر القديمه كان جامد جدا. سمي عصر الملك رمسيس الثاني بعصر الامبراطوريه الثانيه. فاكرين توت عنخ، لا مش توت عنخ امون، اخناتون والثوره الدينيه بتاعته، خسرنا الامبراطوريه، جه رمسيس رجعها تاني. قال لك بص لانه عمل على استعاده مصر لسيادتها على بلاد الشام وبعد جزر البحر المتوسط، الاماكن دي كنا خسرناها، هو رجعها لنا تاني. قيام معركه قادش او خروج ملك رمسيس الثاني لمواجهه الحيثيين. ايه سبب المعركه او ان هو راح يحارب الحيثيين؟ ان الحيثيين، مش احنا خسرنا الشام وبلاد وجزر البحر، هم اللي خدوها. حيثيين نفوذهم زاد في بلاد الشام، سيطروا هم على بلاد الشام. وان كمان ملك الحيثيين اتحالف مع امراء المدن السوريه، بلاد الشام دي فيها سوريا، فملك الحيثيين بقى صديق قوي للمدن السوريه، امراء المدن السوريه. يعتبر الملك رمسيس الثالث المؤسس الحقيقي للأسرة العشرين. ليه الملك رمسيس الثالث هو المؤسس الحقيقي للأسرة العشرين؟ قال لك إنه قدر أولاً يهزم شعوب البحر المتوسط، كان عامل حاجة جامدة قوي يعني، عشان كده بقى هو المؤسس الحقيقي، وقدر يتصدى للليبيين اللي هاجمونا من الغرب. ضعف ونهاية الدولة الحديثة، أو ليه ضعفت البلاد بعد انتهاء الحكم الملك رمسيس الثالث؟ قال لك لأن الملوك اللي جو بعديه كانوا ملوك ضعف. تاني حاجة تدخل كهنة الإله آمون بطيبة في شؤون الحكم، ان الكهنة بتوع الإله آمون بقى هم بيحكموا أصلا. ما النتائج المترتبة على زيادة نفوذ كهنة الإله رع؟ إيه نتيجة إن كانت الإله رع زاد نفوذهم، سيطرتهم، يعني نفوذ يعني سيطرة في أواخر الأسرة الرابعة. قال لك بص يا سيدي، الأسرة الرابعة انتهت، هم قضوا عليها، بيني وبينك قتلوهم، وزيادة نفوذ حكام الأقاليم، ووصول أسر كاف بقى هو اللي مسيطر، وصول أسر كاف كبيرهم أو كبير كهنة الإله رع إلى حكم مصر وأسس الأسرة الخمسة. في غلطة هنا معلش، هنشيل دي. طبعا هتلاقي تحت في الوصف بتاع الفيديو على اليوتيوب الملزمة، لو أنت بتطالب معايا الملزمة إن شاء الله هتكون متوفرة في السنتر بتاعك. طب لو أنا مش بحضر معاك يا مستر، تقدر تنزل الملزمة وتروح تطبعها في أي مكتب. تعرض مصر لعصر الاضمحلال الاول. ليه مصر تعرضت لعصر الاضمحلال الاول؟ ايه نتيجته قصدي؟ قال لك يا سيدي البلاد تعرضت لانقسام وغارات خارجيه، وان عجله البناء والتطور وقفت، كنا بنتطور كل شويه ما بقيناش نتطور. ظهور الاسره الحادية عشر في مصر القديمه. للاسره ال11 ظهرت، او ايه نتيجه ان هي ظهرت؟ اسف، قال لك رجعت مصر لوحدتها في الانتقال في الاضمحلال الاول، اتقسمنا الاسره 11 وحدتنا تاني، وبدايه عصر جديد، عصر قوه اسمه عصر الدوله الوسطى. حفر قناه سويس، ايه اللي حصل لما حفرنا القناه؟ قال لك حركه التجاره زادت مع مصر وجيرانها. ضعف ملوك الدوله الوسطى بعد النمحات الثالث، ايه اللي حصل لما الملوك بقوا ضعاف بعد النمحات الثالث؟ اتعرضنا لاطماع خارجيه، للاسف جالنا الاعداء واحتلينا من الهكسوس. تحالف ملك الحيثيين مع امراء المدن السوريه ضد رمسيس الثاني. ايه نتيجه ان هو اتحالف مع امراء سوريا؟ ان رمسيس طلع حاربه، طبعا كسب. رمسيس طلع حاربه في معركه اسمها معركه قادش، وده خلاه يطلب الصلح، عايزين نعمل معاهده سلام، واتعملت اول معاهده سلام في التاريخ. ايه نتيجه المعاهده؟ معاهده سلام بين رمسيس الثاني وملك الحيثيين. قال لك بص يا سيدي، مصر رجعت سيطرتها تاني على بلاد الشام وجزر البحر المتوسط. طب ضعف الملوك بعد رمسيس الثالث، ايه اللي حصل لما الملوك بقوا مش جامدين بعد رموز رمسيس الثالث؟ قال لك اللي حصل يا سيدي
ان كهنه الاله امون في طيبه بداوا هم اللي يسيطروا على الحكم، وده خلى البلاد تخش في حاله من الاطماع الخارجيه، ناس جت احتلتنا، وده خلانا نخش في عصر وحش جدا اسمه العصر المتاخر. ده اخر عصر حل على مصر. غزو الاسكندر الاكبر الى مصر، قال لك بص يا حبيبي ده اللي نهى الوجود الفرعوني في مصر. قال لك ترتب على ذلك انتهاء العصر المتاخر وبدء مرحله جديده في تاريخ مصر، مفيش فراعنه تاني. خد بالك ان الاسكندر الاكبر ده عشان ممكن يغيرها لك من اليونان. منين من اليونان؟ من حته في اليونان اسمها مقدونيا، عشان ممكن يقول لك مين الدوله اللي جت انهت العصر الفرعوني، تبقى اليونان. الصراع بين ملك كوش والمصريين اثناء عصر الاسره ال 24. ايه نتيجه الصراع ما بين كوش والمصريين؟ قال لك بص يا سيدي، ترتب على ذلك ان مصر او الملك الكوشي كسب منه لله وقدر ياسس في مصر الاسره ال 25. يعني الاسره ال 25 كانت اسره كوشيه، اول مره يحكمنا اسره مش مصريه. دلل. يعني ايه دلل يا مستر؟ بتجيلي في الامتحان وما بعرفش احلها. ممكن يقول لك دلل، خد بالك، ايد بالادله التاريخيه، اثبت، برهن، كل ده معناه اشرح الجمله. اهتم الملوك العصر العتيق بالانشطه الاقتصاديه. اشرح عملوا ايه في الاقتصاد. قال لك يا سيدي كانوا بيهتموا بيه ان هم يظبطوا الطرق الصحراويه ويامنوها، التاجر يمشي فيها ما يتسرقش. سيطروا كمان على المناطق الواقعه في جنوب الجندل الاول، ده في اسوان على فكره، عشان يتاجروا مع الناس دي. كمان استغلوا المحاجر والمناجم بالذات اللي في سينا. طب تطور مقابر الملوك اثناء العصر العتيق. اشرح المقابر اتطورت ازاي. قال لك في الاول كانت مجرد حفره، عشان تتطور ليه حجره دفن فوقها حجر جيري او فوقها مصطبه من الطوب. هي حجره دفن من الحجر الجيري، يعني هو جزء من الطوب يشبه المصطبه. طب تطور شكل المقابر الملكيه في الدوله القديمه. اشرح المقابر شكلها بقى ايه. قال لك يا سيدي هي اخر حاجه وصلنا لها مصطبه، يبقى اتطورت شكل المقابر من مصطبه، كانت هنا مصطبه، الى عده مصاطب على شكل متدرج. طبعا ده هرم زوسر. ثم بعد كده وصلت الى الهرم الكامل، اجمد مراحل التطور في عهد خوفو. برع الفنان المصري القديم خلال عصر الدوله القديمه فن النحت. اشرح ازاي ان هو كان جامد في النحت. بص يا سيدي، استخدم حاجات كتيره ينحت منها زي الحجر والعاج والخشب. مستر ايه العاج ده؟ العاج ده يا حبيبي عارف الفيل؟ جنب زلومه الفيل في نابين طالعين، ده العاج. كمان عمل تماثيل ملكيه. ليه تمثال الملك؟ عشان بيعبدوا او بيقدسوا. عمل تماثيل للنبلاء، الناس المهمه، زي تمثال كعبر واللي بيتسمى شيخ البلد، تمثال شيخ البلد. عمل كمان تماثيل في وضعيات جديده زي تمثال الكاتب المصري الجالس اللي بيظهر دقه ومهاره الفنان. عمل تمثال لشخص قاعد، عارفين ال 200 جنيه؟ التمثال اللي على ال 200 جنيه. برع الفنان المصري خلال عصر الدوله القديمه في فن النقش. اشرح ازاي الفنان كان شاطر في النقش. قال لك كان عنده نقوش بارزه على الاسطح الصلبه، كان بينقش حاجات طالعه لبره من الصخر تبقى بارزه كده زي السيراميك 3 دي لو عندكم سيراميك منه في البيت. برع الفنان المصري القديم في الدوله القديمه في فن الرسم. قال لك بص يا سيدي، استخدم الوان عشان يصمم ويرسم على جدران المعابد. وصلت فن النحت في عهد الملك خفرع الى قمته، لان اتنحتت اجمد الحاجات بقى. قال لك بص استخدم اصلب انواع الحجر، حجر الديوريت، في انه ينحت تمثال للملك خفرع نفسه. التمثال ده جامد جدا ما فيهوش غلطه. الديوريت ده النهارده عشان ننحته بننحته بالليزر، فالفراعنه قدروا ينحتوا عادي. تنوعت الانجازات المعماريه في عهد الملك اوسر كاف. اشرح الانجازات المعماريه اللي عملها اوسر كاف. قال لك شيد معابد الشمس المكشوفه. عمل ايه بقى؟ معابد الشمس من غير سقف. في الجيزه طبعا بيعبدوا الشمس، فلازم المعبد يبقى من غير شمس من غير سقف عشان يشوف الشمس. كمان اقام العديد من المسلات الضخمه. عمل كذا مسله. ايه المسله دي؟ عمود طويل بيبقى مكتوب عليه انجازات الملك. توجد علاقه بين اخر ملوك الاسره الخمسه وازدهار الادب الديني. اشرح العلاقه ما بين اخر ملوك الاسره الخمسه وازدهار الادب الديني. مين اخر ملوك الاسره الخمسه؟ اوناس. عمل ايه له علاقه بالادب الديني؟ قال لك بص يا سيدي، الملك اوناس اول ملك يكتب نصوص الاهرام. نصوص الاهرام دي ادب ديني، خد بالك. ماشي، على حجره الدفن لحمايه الملك في الحياه الاخرى. ماشي، ودي ادتنا معلومات كتير عن المعتقدات الدينيه للمصري القديم، عرفتنا كان بيفكر ازاي وبيؤمن بايه. اهتمام ملوك عصر الدولة القديمة باكتشاف قارة افريقيا. اشرح ازاي الملوك في الدولة القديمة كانوا بيهتموا باكتشاف افريقيا. قال لك كان عندنا في الأسرة السادسة والخامسة بعتوا رحلات اكتشافية، أهمها رحلات الرحالة حر، معلش مقسومة كلمتين بس هي كلمة واحدة، حر خوف. رحلات الرحالة مين؟ حر خوف. تأثرت افريقيا بالحضارة المصرية القديمة أثناء عصر الدولة القديمة.
اشرح ازاي افريقيا اتاثرت بمصر. قال لك بص يا سيدي، في بعض معبودات مصريه انتشرت في افريقيا، زي ان مثلا المعبود حورس، ده نسر يا اولاد، كان شعار ملوك مصر. هنلاقيه ان هو موجود عند ملوك اوغندا. ملوك اوغندا خدوا النسر حورس من عندنا. تاني حاجه قال لك العادات بتاعتنا انتشرت في افريقيا، زي تحنيط الملوك والامراء في الكونغو، مع انهم ما يعرفوش اسرار التحنيط زينا، بس كان الملوك والامراء في الكونغو بيحنطوا جثث. دي المفروض جثث مكتوبه غلط، معلش. كمان الالات الموسيقيه، قال لك الالات بتاعتنا انتشرت في غرب افريقيا. خد بالك احنا في الشرق، فلما الالات بتاعتنا تنتشر في الغرب ده بعيد قوي. ازدهار النشاط التجاري في عصر الدوله الوسطى. اشرح ازاي النشاط التجاري زاد. قال لك يا سيدي ان مصر تاجرت في الوقت ده مع فينيقيا وبلاد بونت، اهو بقول له انا تاجرت اكتر مع بلاد جديده. تعد فتره حكم الملك منتحتب الثاني بدايه المجد لاسره ال11. قال لك يا سيدي لان الملك ده كان اول حاكم في طيبه في عصر الدوله القديمه يسيطر على الوجه البحري والوجه الابلي من ساعه الدوله القديمه، ومحدش قادر يسيطر على الوجه البحري والابري الا منتحتب الثاني. ونجح كمان ان ينتصر على ملوك اهناسيا. اهناسيا دي كانت فيها ملوك مسيطرين على مصر، خدها منهم. في ملوك هم كانوا ملوك الوجه البحري. اعاد السلطه المركزيه القويه، رجع بقى فكره ان الملك هو اقوى حد في الدوله، واصلح النظام الاداري، ونجح انه يحد من نفوس حكام الاقاليم. قلت لك لما الملك بيبقى ضعيف حكام الاقاليم بيسيطروا، فلما جه منتحتب بقى قوي خلى حكام الاقاليم نفوذهم يقل، سيطرتهم تقل، بقى هو اللي مسيطر. نجح الملك سنوسرت الثالث في تامين حدود مصر. عمل ايه؟ قال لك بص يا سيدي، امن حدود مصر الشماليه والجنوبيه. تمام. اهتم بالحدود الجنوبيه بالذات، وعمل هناك قلعتي او حصني، سمنه وقمنه. عمل حصني ايه سنوسرت الثالث؟ قمنه وسمنه، عند الجندل الثاني. اهتم الملك ابن محات الثالث باستثمار موارد مصر. قال لك بص، بعت 24 بعثه لاستخراج المعادن، يجيب لنا معادن، وقطع الاحجار في شبه جزيره سيناء، يجيبوا لنا معادن ويشيلوا الشجر من شبه جزيره سيناء. وكمان اهتم بشؤون الري والزراعه، فعمل سد مهم جدا اسمه سد اللاهون. اهتم الملك ابن محات الثالث بالنشاط الزراعي. قال لك بص، عمل سد اللاهون عند بحيره موريس اللي هي النهارده اسمها بحيره قارون. كمان عشان يعمل ايه من السد ده؟ قال لك يخزن ميه الفيضان ويتوسع في الزراعه. كمان عمل مقياس للنيل زي ما قلنا عشان يعرف الميه عاليه ولا واطيه، لمراقبه ارتفاع منسوب النيل عند الجندل الثاني. كل ما الميه تعلى تزرع اكتر، تاخد منك ضرايب اكتر. ميه تقل تزرع اقل، ناخد منك ضرايب اقل. نكمل. في سؤال غلط هنا، سؤال 17، اسماء الهكسوس المصريين مكتوبه غلط، معلش. اساءة الهكسوس للمصريين. ايه؟ اشرح ازاي الهكسوس اساءوا المصريين. قال لك بص، سلبوا ممتلكاتهم، سرقوا اللي معانا، دمروا معابدهم، دمروا المعابد اللي كنا بنتعبد فيها زمان ايام الفراعنه، وفرضوا ضرائب عليهم. كان للملكه اياح حتب مكتوب غلط، زود نقطه. كان الملكه اياح حتب دور مهم في تحرير البلاد من الهكسوس، او تعددت الاطوار الوطنيه اللي قامت بها الملكه اياح حتب. اشرح الحالتين. قال لك يا سيدي، اولا شجعت ابنها احمس وكاموس ان هي تستمر في كفاح ضد الهكسوس بعد ما اتقتل ابوهم. كمان كانت بتحكم مصر، كانت بتولى شؤون الحكم اثناء الحرب ضد الهكسوس لغايه ما يرجعوا منتصرين ان شاء الله، لغايه ما ابنها الاولاني اتقتل والثاني كسب طبعا. تعددت الادوار الوطنيه اللي قام بها حكام طيبه خلال الاسره ال11 وال17. في ال11 منتحتب الثاني وحد مصر من الاول. 17 عندك بقى سقن رع وكاموس واحمس حاربوا الهكسوس وطردوهم. تعال نشوف الكلام ده. قال لك في عهد الاسره ال11، بص، منتحتب الثاني كان اول حاكم من ساعه عصر الدوله القديمه يقدر يوحد مصر وانه يكسب ملوك اهناسيا. طب في ال17 قال لك بص، قام ملوك طيبه في عصر الاسره 17 بمحاربه الهكسوس، وقدر الملك الاخير فيهم احمس الاول انه ينتصر على الهكسوس ويحرر مصر منه. وجود علاقه تجاريه بين مصر في عصر الدوله الوسطى وحضاره كوش بافريقيا. اشرح العلاقه التجاريه ما بين مصر في الدوله الوسطى وكوش. قال لك بص يا سيدي، تبادلنا مع بعض. تبادلنا ايه بقى؟ الحلي، ناخد وندي حلي، مجوهرات، معادن، ما قالش مين ادى مين. عاج، طبعا احنا خدنا العاج لان ما عندناش فيله في مصر. توابل، عطور، وزيوت زي زيت الزيتون وزيت النخيل. تكونت امبراطوريه عظيمه خلال عصر الدوله الحديثه. قال لك لان حدود مصر امتدت في اسيا وافريقيا من نهر الفرات في الشمال الغربي لغايه بعد الجندل الرابع في الجنوب. يعتبر الملك تحتمس الثالث من اعظم ملوك مصر
في مجال الحرب والاداره، او في مجال الحرب بس هنا. قال لك عمل بص كام حرب، 16 حمله عسكريه على اسيا لتوطيد نفوذ المصري بها. كسب في ال 16 ولا خسر؟ كسبهم كلهم. بنى اسطول حربي قوي قدر يسيطر بيه ويبسط سيطرته على جزر البحر المتوسط وسواحل فينيقيا، شواطئ لبنان دلوقتي. كمان قدر يتوسع في افريقيا، فعمل حمله ال 17، مش احنا قلنا 16؟ 17 كانت على كوش وكسبها، كسب ال 17 كلهم. كانت فتره حكم الملك احمس الاول بدايه تاريخ جديد لمصر. قال لك لان مصر بقت بلد حره وقويه وبنعيش حاله من الاستقرار والرخاء، رجعنا احرار واقوياء بعد ما الهكسوس كانوا محتلين. لم يكن عهد الملك احمس الاول كفاحا مسلحا فقط. ليه عهد احمس الاول مش مجرد كفاح مسلح؟ قال لك لانه بعد ما حارب الهكسوس وكسب، اهتم انه يبني ويعمر ويصلح اللي اتهد ايام الهكسوس. قيام الملك تحتمس الاول بتغيير الطريقه الملكيه في الدفن. قال لك لان تحتمس الاول كان عايز يدفن في مكان سري، فالوزير بتاعه انيني اختار له وادي الملوك. قال لك بص حيث يفضل ان يدفن في مكان خفي محدش يعرفه عشان محدش يسرق الكنوز بتاعته. فاختار له مهندسه انيني وادي الملوك ليدفن فيه. اهتم الملك تحتمس الثالث بالتوسع في افريقيا. ليه؟ اشرح ازاي تحتمس الثالث حاول يتوسع في افريقيا. قال لك احنا قلنا فوق شن الحمله ال 17 على كوش وكسب، وبكده الامبراطوريه بتاعته امتدت في افريقيا لفين؟ لبعد الجندل الرابع. اتبع الملك تحتمس الثالث سياسه سلميه مع امراء اسيا عشان يحافظ على الامبراطوريه بتاعته. عمل ايه مع امراء اسيا عشان يخليهم يسمعوا كلامه؟ اولا قربهم منه، خلاهم مقربين منه، وثبتهم في وظائفهم، ما طردش حد. كمان خد عيال لهم ابنائهم عشان يعلمهم في مصر العادات والتقاليد المصريه، ويغرس حب مصر في نفوسهم، يغرس في قلبهم حب مصر، حتى اذا ما عادوا بلادهم لما يرجعوا تاني لبلادهم ويتولوا الحكم بتاعهم يصبحوا من اتباعه المخلصين. لم يقتصر مجد الملك تحتمس الثالث على المجال العسكري. تحتمس الثالث ما كانش مركز على العسكريه بس. قال لك لانه اهتم بامور البلاد الداخليه. عمل ايه في جوه البلد نفسها؟ بنى معابد، ماشي، مسلات، احنا قلنا مسله عمود بيبقى عليه تاريخه، جنب براعته في مجال الاداره. عبرت مقبره الملك توت عنخ امون عن تقدم الفنون في مصر القديمه. ليه توت عنخ امون مقبرته مبينه ان هي جامده جدا؟ قال لك لان هي احتوت على كنوز اثريه لا مثيل لها، كنوزها ملاش مثيل، محدش عنده زيها. شهد عصر الدوله الحديثه ثوره دينيه. اشرح الثوره الدينيه اللي حصلت في عصر الدوله الحديثه. قال لك لان عندنا ملك في الدوله الحديثه اسمه اخناتون، او بينه وبينك اسمه الحقيقه من حتب الرابع، هو غير اسمه الاخناتون. دعا لعباده اله واحد اسمه الاله ايه؟ اتون، رمز له بقرص الشمس. اهتم الملك رمسيس الثاني بشؤون مصر الداخليه. اشرح ازاي الملك رمسيس الثاني اهتم بشؤون مصر الداخليه. قال لك بص يا سيدي، عمل او كمل المعبد اللي ابوه كان بدأه، كذا معبد بس الاشهر معبد ابيدوس. كمان امر بنحت معبدين، عمل معبدين في منطقه ابو سمبل، واحد ليه احدهما له والاخر لمراته اسمها نيفرتاري، اوعى تنسى اسمها. كمان عمل العديد من المسلات، بيني وبينك في مسله منهم في كونكورد او ميدان كونكورد ده في باريس فرنسا. وجد في المناطق التي ارتبطت مع مصر بعلاقات سياسيه وتجاريه بعض مظاهر التاثر بالحضاره المصريه. بص يا سيدي، عندك مثلا الطقوس والعبادات المصريه انتشرت عندهم، اي حد نتاجر معاه او نحكمه كان بيعبد زينا. بنيت بعض المعابد والاعمده على الطراز المصري، في معابد واعمده هناك شبه المعابد والاعمده بتاعتنا. ارتدى النبلاء، بص في مملكه كوش، الاغنياء بتوع كوش كانوا بيلبسوا ملابس اللي بيرتديها النخبه المصريه، ملابس زي الاغنياء بتوعنا. اتسمت العلاقات المصريه الافريقيه اثناء العصر المتاخر بالصراعات والحروب. اشرح الصراعات والحروب اللي كانت بتميز العلاقه المصريه الافريقيه. قال لك بص، الاسره ال 21 كانت ضعيفه، فخسرت اصلا سيطرتها على كل مناطق افريقيا، عشان تيجي الاسره ال 24 تحارب كوش وتخسر، فالملك بتاع كوش الملك الكوشي يكون عندنا الاسره ال 25. الحمد لله هي اسره واحده، وبتيجي الاسره ال 26 تنجح في استعاده استقلال مصر وتمد نفوذها على افريقيا تاني. على ماذا يحدث اذا؟ ايه اللي كان يحصل لو لم تضعف السلطه المركزيه في اواخر عهد الاسره الملك بيبي الاول او بيبي الثاني؟ لو ما كانتش السلطه المركزيه في اخر عهد الملك بيبي الثاني ضعفت. قال لك بص يا سيدي،
ما كانتش هتتدهور احوال البلاد الاقتصاديه. بيبي الثاني ده اخر ملك في الدوله القديمه. ما كانتش احوال البلاد هتتدهور اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، مش هيبقى في فوضى، مش هنعيش فوضى، وبالتالي الدوله القديمه هتكمل. ما ده الاخير، لو ما كانش ضعيف كانت هتكمل معانا. لم يستطع الملك احمس الاول القضاء على خطر الهكسوس. ايه اللي كان يحصل لو احمس الاول ما عرفش يقضي على الهكسوس؟ قال لك لاستمر الهكسوس في احتلال مصر، خلاص هيكملوا، ما هو اللي طردهم، ولم يتم القضاء على خطرهم، ومش هيبقى عندنا عصر الدوله الحديثه. قارن بين معركة مجدو ومعركة قادش. معركة مجدو ما بين مين؟ قال لك تحتمس الثالث وأمراء آسيا بقيادة أمير قادش. طب قادش، قال لك معركة قادش ما بين رمسيس الثاني ده ملك مصر وملك الحيثيين، ما اتقالش اسمه ايه. طب الأسباب بتاعتها، قال لك إن أمراء آسيا خرجوا عن الحكم المصري. طب ناخد نتيجتها بالمرة، استسلموا في الآخر أمراء آسيا للملك تحتمس الثالث. طب تعال قادش بقى، قال لك إن الملك الحيثيين نفوذه زاد في الشام، وإن ملك الحيثيين اتحالف مع امراء المدن السوريه، ما هي بلاد الشام فيها سوريا. ايه نتيجتها؟ قال لك كسبنا، مش بس كسبنا، اتهزم الحيثيين، وده خلى الملك بتاعهم يعمل صلح، اول معاهده سلام في التاريخ، يعمل صلح مع رمسيس الثاني. خلي بالك من شويه المعلومات دي. تعال نشوف بقى المعلومات بتاعتنا. العصر العتيق، قال لك ده اول عصر معانا، بيبدا من الاسره الاولى للثانيه، هم اسرتين بس. اهم خصائصه ان احنا عشنا في حاله استقرار وحققنا الامن، والملوك بتوعنا كانوا بيهتموا ان هم يبنوا يعمروا، خاصه يبنوا مقابر الملك، طبعا كان اخرها مصطبه، ها ما تنساش. عصر الدوله القديمه، قال لك بيتسمى عصر بناة الاهرام، ومن الاسره الثالثه للسادسه. في العصر ده كان في استقرار، ماشي، عملنا انشطه اقتصاديه، تاجرنا وكده، طورنا فن العماره، بنينا حاجات جامده، بالذات مقابر الملوك كانت على شكل هرم، اجمد هرم عندنا في العصر ده. برع الفنان المصري القديم في النحت والنقش والرسم. كمان الادب، بالذات الادب الديني، طبعا العصر ده في نص الاهرام. اول عصر ضعيف بقى، عصر الاضمحلال الاول، قال لك شمل الاسره من السبعه لغايه العشر. البلاد تعرضت للانقسام، بقينا متقسمين وناس كتير هجمت علينا، وتوقفت عجله البناء والتطور والحضاره. طب علاقه مصر بافريقيا في الدوله القديمه، قال لك الملوك في الدوله القديمه اكتشفوا القاره، فعندنا فتحوا طريق تجاره مع شعوب القاره، وكان في صداقه وتعاون ما بيننا وما بين القاره الافريقيه. شرحنا طبعا معلومات عن ده في الاسئله فوق، بس دي الحاجات اللي ما اتقالتش، مش عايز انسى حاجه. عصر الدوله الوسطى بيتسمى بايه؟ قال لك عصر الرخاء الاقتصادي، شمل الاسرتين من ال11 لل12. اهم خصائص العصر ده، تامين الحدود وبناء الحصون، ده عملنا حدودنا وبنينا حصون. قال لك انتشار المعماري، النشاط المعماري الكبير، بنينا حاجات كتير. استقرار الحكم، الملك كان مسيطر وحكمه مستقر. الاهتمام بالتعدين، بنينا حاجات كتيره، جبنا معادن. زياده النشاط التجاري مع البلاد المجاوره، تاجرنا مع ناس كتيره حوالينا، بونتو فينيقيا بالذات. الاهتمام بالمشروعات الزراعيه، عملنا مقياس للنيل وسد اللاهون. واخيرا ازدهار الادب والفنون. عصر الاضمحلال الثاني او بيسمى عصر الضعف الثاني، قال لك من الاسره ال 13 لل 17، ماشي. البلاد اتعرضت لطمع خارجي، طبعا سقطت تحت ايد الهكسوس لغايه واللي خدوا مدينه اوريس عاصمه ليهم لغايه ما جه احمس وطردهم. علاقه مصر بافريقيا في الدوله الوسطى، قال لك الملوك كانوا بيأمنوا حدودهم من الجنوب، عندنا تحتمس الثالث، ولا لا سنوسرت الثالث بنى حصنين عند الجندل الثاني. قال لك واقاموا الحصون اهو، بدايه من الجندل الاول لغايه الجندل الثالث. كمان الملوك في العصر الدوله القديمه او في العصر ده الوسطى قصدي، اقاموا علاقات تجاريه مع العديد من الحضارات في افريقيا زي حضاره كوش. كمان المصريين القدماء بعتوا بعثات لاستخراج المعادن، وده كان ليه اثر على تبادل الثقافه. على العصر الدوله الحديثه، من الاسره ال 18 لل 20، ماشي. خصائص العصر، كان عندنا جيش قوي، عشان كده اسمه عصر المجد الحربي او بناء الامبراطوريه. اتجهنا نحو الجنوب لغايه الجندل الرابع، عملنا امبراطوريه جامده جدا، عشان كده اسمه عصر الامبراطوريه. والحضاره بتاعتنا ازدهرت، وعندنا ثوره دينيه. اول معاهده سلام، تعال نشوف تفاصيلها، اللي عملها رمسيس الثاني مع ملك الحيثيين. ايه نصوصها؟ ان محدش هيهاجم التاني تاني، او كل واحد كمان مش هيعتدي على التاني زي ما قلنا، وكمان مساعده كل منهما للاخر في حال تعرض الهجوم من دوله اخرى. اي حد في الاثنين حد يهاجمه التاني يساعده. ايه نتيجتها؟ مصر رجعت سيطرتها على بلاد الشام، سيطرنا تاني على بلاد الشام وجزر البحر المتوسط. العصر المتاخر، قال لك من الاسره 21 لل 30. في العصر ده بيبقى في حاله ضعف لغايه ما ينتهي العصر ده اخر عصر بدخول الاسكندر، وزي ما قلنا ده يوناني، ها، وبتعرض لبلاد الاطماع الخارجيه.
علاقة مصر بإفريقيا في عصر الدولة الحديثة. قال لك بص يا سيدي، في دولة حديثة زاد النشاط التجاري بين مصر وأفريقيا، تاجرنا مع بعض أكتر، وفي بعض المناطق اللي ارتبطت مع مصر بعلاقات سياسية وتجارية، في أماكن حكمناها علاقات سياسية، في أماكن تاجرنا معاها، وده خلى الحضارة بتاعتنا تنتشر عندهم. كمان العلاقة المصرية الأفريقية في العصر المتأخر كان فيها صراعات وحروب. خلصنا كده، خلصنا أول وحدة. تمام، هنخش دلوقتي على الوحدة الثانية. احنا مش معانا، احنا معانا الوحدة الثانية والثالثة، فخلصنا الثانية دي جاية في الامتحان، ومعانا أول درس في الوحدة الثالثة هنشوفه دلوقتي حالا. يبقى دلوقتي احنا مع تابع مراجعة امتحان الشهر نوفمبر، الجزء بتاع نظم الغابات. اكتب ما تشير اليه العبارة: منطقة جغرافية متكاملة تتكون من مكونات حية وغير حية، وهذه المكونات بتتفاعل مع بعضها البعض وفق نظام دقيق للحفاظ على التوازن البيئي. الحتة دي بيبقى اسمها النظام البيئي. حالة من الاستقرار تحدث داخل النظم البيئية عبر التفاعل بين مكوناتها الحية وغير الحية، وده بيمنع حدوث تغيرات جذرية وغير طبيعية فيها. قال لك ده اسمه التوازن بيئي أو التوازن البيئي، مش فارقة ألف ولام يعني. مساحة من الأرض تزيد عن 5000 متر مربع وتنمو فيها أشجار بأطوال لا تقل عن 5 متر. دي مش في المنهج أوي، بس حابك تكون عارفها، ده تعريف الغابة. الفرق بين متوسط درجة الحرارة بالنسبة لأعلى شهور السنة حرارة وأدنى شهور السنة حرارة. المدى الحراري السنوي، واليومي ده بيبقى بالنهار وبالليل. نسبة كمية بخار الماء الموجودة في الهواء بالنسبة لكمية بخار الماء التي يستطيع الهواء أن يحملها. الرطوبة النسبية. طبعا الملزمة اللي هتلاقيها تحت هتبقى مش محلولة، ماشي، تبقى هي ملزمة واحدة فيها كل المعلومات. بما تفسر حدوث اختلال للنظام البيئي. ليه في اختلال في النظام البيئي؟ قال لك بص، في اسباب طبيعيه زي الزلازل من عند ربنا طبعا، الفورانات البركانيه برضك ده بتاع ربنا، والاعاصير والحرائق الطبيعيه، كل دي حاجات بتبوظ النظام البيئي من عند ربنا. في اسباب بقى بشريه من عندنا احنا كبني ادمين ما شاء الله علينا. زي ايه؟ قال لك ان البني ادم للاسف بيزيل الغابه بنفسه، او بيعمل رعي جائر. مستر يعني جائر ظالم، ترعى حيواناتك في مكان لغايه ما يقضوا على الزرع كله. او كمان التوسع العمراني، ان انت تبني مكان الغابه، والحروب لو رميت قنبله جوه الغابه تتدمر، واستخدام المواد الكيميائيه، ممكن الناس تعمل تعدين بمواد كيميائيه تموت الغابه اللي جنبها، واللي زيها برضك المبيدات الحشريه، برضك دي مواد كيميائيه مضره. والتلوث المائي والهوائي، طبعا مكتوبه غلط، المائي. نظام الغابات المداريه المطيره من اكثر النظم البيئيه تنوعا. ليه الغابات المداريه المطيره مليانه تنوع؟ قال لك لان فيها يا سيدي، فيها تنوع حيوي كبير، فيها كائنات كتير. قال لك بص فيها آلاف الانواع من النباتات والحيوانات، مش ألف، لا ده آلاف نباتات آلاف حيوانات. انخفاض المدى الحراري السنوي بنظام الغابات المداريه المطيره بافريقيا. ليه المدى الحراري السنوي منخفض؟ المدى الحراري السنوي هو فرق ما بين درجه الحراره في الصيف والشتاء، اعلى حراره واقل حراره. فهي حر جدا في الصيف وحر قوي في الشتاء، في الاثنين حر. الفرق ما بينهم هيكون كبير ولا صغير؟ صغير. يعني بسبب ارتفاع درجه الحراره طوال العام، ان طول السنه حر فمفيش فرق بالصيف والشتاء. انخفاض الضغط الجوي في نظام الغابات المداريه المطيره في افريقيا. ليه الضغط الجوي منخفض؟ قال لك عشان الهواء بيطلع لفوق، الهواء هناك بيسخن وزنه يقل يطلع لفوق طوال العام، بالاضافه الى ان اعلى سكون حركه الرياح نسبيا، ان الهواء المفروض لما يطلع لفوق يجي رياح تاخد مكان، الرياح ساكنه ثابته نسبيا مش دايما. ارتفاع الرطوبه النسبيه في نظام الغابات المداريه المطيره في افريقيا. ليه الرطوبه النسبيه عاليه؟ قال لك عشان الجو حر ففي بخر كتير، كثره تبخر. كثره النباتات المتسلقه والطفيليه في نظام الغابات المداريه المطيره. ليه النباتات الطفيليه والمتسلقه كتير؟ قال لك عشان الاشجار كثيفه ومتشابكه، وده بيخلي الشمس ما توصلش تحت، بيمنع وصول الضوء الى ارض الغابه. فهي النبات يكون متسلق يفضل يتسلق لغايه ما يشوف الشمس، يا يكون طفيلي يبدا يمتص الغذاء بتاعه من جوه الشجره اللي واقفه اساسا اللي شايفه الشمس. نكمل.
ندرة وجود الحيوانات الضخمة آكلة العشب في الغابات المدارية المطيرة. ليه ما فيش حيوانات ضخمة زي الفيل مثلا جوه الغابة؟ قال لك عشان الحركة صعبة، بسبب صعوبة الحركة ما بين أشجار الغابات ماشي الاستوائية اللي بتتميز بكثافة أشجارها وتشابك أغصانها، صعب تمشي جوه في أشجار كتير ومتشابكة. تتميز تربة الغابات المدارية المطيرة بالتربة الحمراء عشان مليانة أكاسيد الحديد. نمو النباتات وأشجار الكثيفة في الغابات المدارية المطيرة، قال لك عشان أولا في مطر كتير تمام والحرارة عالية، وده بيخلي في تفاعلات كيميائيه وتحلل المواد العضويه بسرعه. الكيمياء بيحصل بسرعه، التفاعل الكيميائي بيحصل اسرع عشان الحراره والميه، وكمان المواد لما بتيجي تتحلل برضه بتتحلل بسرعه. فصل الشتاء هو فصل النمو الحقيقي للنباتات في نظام الغابات البحر المتوسط. ليه في البحر المتوسط بتنمو النباتات في الشتاء؟ قال لك عشان ده الوقت اللي بيسقط فيه المطر وبيكون الجو معتدل اعتدال درجات الحراره. تميز اشجار الغابات البحر المتوسط بالخضره الدائمه طوال العام. ليه غابات او اشجار غابات البحر المتوسط خضره طول السنه؟ قال لك لانها تتكيف مع الظروف المناخيه من خلال جذورها العميقه. قال لك بص هي المفروض تبقى ناشفه في الصيف، مفيش مطره في الصيف، بس هي بتقدر تمد جذورها تحت قوي تجيب ميه من تحت خالص. كمان اوراقها صغيره. ايه لازمتها؟ قال لك كمان متغطيه بطبقه شمع. ايه فايده الورق الصغير اللي متغطي بطبقه شمع؟ ده بيقلل الفقد بالنتح. ايه الفقد بالنتح ده؟ ان الشمس تنزل على ورقه الشجر فالميه اللي جوه الورقه تتبخر، ده اسمه فقد بالنتح. فلما تكون الورقه صغننه وكمان متغطيه بطبقه شمع فهتاخد شمس قليله عشان صغننه، ولما تيجي الميه اللي جوه الورقه تتبخر الطبقه الشمعيه تمنعها تتبخر. الاهميه الاقتصاديه لغابات البحر المتوسط بتجيب فلوس منين؟ قال لك بص، مصدر رئيسي للنباتات العطريه والطبيه بناخد منها البرفانات ودواء تمام. كمان مصدر الغذاء بناخد منها زيتون اكل وموالح. ايه الموالح دي يا مستر؟ برتقال وسفندي والعنب والتين. بيرعى فيها الاغنام والماعز، بنربي جواها الاغنام والماعز. الاهميه السياحيه لغابات البحر المتوسط. ايه لازمه غابات البحر المتوسط بالنسبه للسياحه؟ قال لك منطقه للاستجمام، لو عايز تفصل تروح تقعد في الغابات دي بتبقى لطيفه قوي. والسياحه البيئيه، في ناس بتروح تتفرج على المناظر. والصيد، فيها حيوانات كتير ممكن تروح تصطادهم عادي. الاهميه البيئيه لغابات البحر المتوسط بتفيد البيئه في ايه؟ قال لك يا سيدي بتساعد على امتصاص كميات كبيره من الكربون. خد بالك ثاني اكسيد الكربون ضار. طب الغابه بتمتص ثاني اكسيد الكربون ازاي؟ اي نبات مش الغابه بس بتعمل عمليه اسمها عمليه البناء الضوئي. البناء الضوئي بتاخد ثاني اكسيد الكربون بتطلع اكسجين. هي بتمتص كميات كبيره من الكربون. لو انت لغات فبناء الضوئي اسمها فوتوسينثيس بروسيس. وتحسين جوده الهواء. ازاله الغابات في قاره افريقيا. ليه بيسيلوا الغابات؟ قال لك بيبيعوا الشجر بتاعها خشب وبيستخدموه كوقود، بيولعوا فيه بيستخدموه كوقود، وكمان ساعات بيحولوا ارض الغابه لارض زراعيه بيزرعوا مكان الغابه. تعرض غابات البحر المتوسط بافريقيا لخطر الجفاف. ليه غابات البحر المتوسط في افريقيا بتجف؟ قال لك بسبب قله سقوط الامطار، المطر بينزل قليل هناك في بعض السنوات. كمان ده بيؤدي لزياده موت الاشجار وتدهور التربه. تعرض الكثير من الحيوانات بغابات افريقيا لخطر الانقراض. ليه في حيوانات كتيره في افريقيا بتنقرض؟ قال لك بسبب التغير المناخي، بيبقى كان متعود على حراره معينه تعلى ينقرض الحيوان يا عيني، او الصيد الجائر ان بيتم اصطياد الحيوان لغايه ما ينتهي، او التوسع الزراعي والعمراني بيشيلوا مكان الاكل بتاع الحيوان يزرعوا مكانه او يبنوا مكانه، ساعتها الحيوان ما يلاقيش اكل ويموت، وده بيؤدي الى اختلال النظام البيئي. ما النتائج المترتبه على كثافه اشجار الغابات المداريه المطيره وتشابك اغصانها بافريقيا؟ ايه نتيجه ان هي متشابكه ومليانه حاجات؟ قال لك اولا ضوء الشمس ما بيوصلش الارض تمام. بينمو هناك نباتات متسلقه وطفوليه، نبات يطلع يشوف الشمس بنفسه يتسلق او يتطفل على شجره ثانيه ياخد الغذاء بتاعها. وكمان ما فيش حيوانات ضخمه اكله العشب، مش هتعرف تمشي عشان الشجر متشابك داخل في بعض. تعرض افريقيا للتغيرات المناخيه. ايه نتيجه تعرض افريقيا للتغيرات المناخيه؟ قال لك بص يا سيدي، المطر بيقل تمام، الجفاف والتصحر عمال يزيد ماشي. قال لك في ارتفاعات واضحه في درجات الحراره، الحراره عماله تعلى، وتعرض انواع كتير من حيوانات الغابات افريقيا لخطر الانقراض، وده بيهدد التنميه المستدامه في افريقيا. سوء استغلال قاره افريقيا، الغابات في قاره افريقيا او قطع الاشجار في الغابه بتاعت افريقيا. قال لك افريقيا بص بتسجل اعلى معدل خساره في مساحه الغابات على مستوى العالم، اكتر قاره بتخسر غابات في العالم. كمان تعرض انواع كثيره من الحيوانات في افريقيا لخطر الانقراض، في حيوانات كتير عندنا في افريقيا بتنقرض، وده بيقلل على ايه بقى؟ بيأثر على ايه؟ قال لك استدامه الحياه.
دلل. يعني ايه دلل؟ قلنا دلل معناها اشرح. للانسان اثر سلبي على النظام البيئي. اشرح الاثر السلبي للانسان على النظام البيئي. قال لك بص، الانسان منه لله شال الغابه، تمام، بيرعى رعي جائر، ده برضه بيضر، بيبني مكان الغابات والنباتات، بيحارب وده بيدمر الغابات، وبيستخدم مواد كيميائيه ومبيدات حشريه ضاره قلناها فوق، وبيلوث الميه والهواء. ما شاء الله علينا مبوظين كل حاجه. للغابات المداريه المطيره اهميه اقتصاديه كبيره. بتجيب فلوس منين؟ قال لك بص يا سيدي، بتدينا مواد خام بتدخل في صناعات كثيره زي صناعه الادويه والصناعه الخشبيه والمطاط، ده كله من الغابات المداريه المطيره. مصدر مهم للغذاء، بتدينا اكل ماشي، والوقود بيولعوا في الشجره يعتبروا وقود لعدد كبير من السكان، كمان مقصد لعديد من السائحين، في سياح بيحبوا يروحوا يزوروها، طبعا سياحه يعني فلوس. الاهميه البيئيه للغابات المداريه المطيره، قال لك بتحافظ على التوازن البيئي، في كائنات عايشه جوه عاملين توازن بيئي، كمان بتعمل على تنقيه البيئه من التلوث، زي ما قلنا بتاخد ثاني اكسيد الكربون تدينا اكسجين. اثر التغير المناخي على نظام الغابات المداريه المطيره في قاره افريقيا. التغير المناخي بيأثر ازاي على الغابات المداريه المطيره؟ قال لك يا عيني افريقيا سجلت اعلى معدل خساره في الغابات على مستوى العالم، كمان بلغت جمله مساحه الغابات المحترقه في افريقيا من 2001 ل 2008 بس اكتر من تلتين الغابات المحروقه في العالم. هي مش 2008 2018، معلش دي غلطه. طبعا هحاول اصلح الغلطات دي في الملزمه، يعني الملزمه اللي هتجيلك في السنتر بتاعك او الملزمه اللي هتبقى موجوده فين على اليوتيوب في الوصف تحت اللي هتنزلها لو انت مش بتحضر معايا هيبقى فيها التعديل. ماذا يحدث اذا تم ازاله غابات حوض نهر الكونغو بافريقيا بالنسبه للتوازن البيئي؟ ايه اللي يحصل لو شلنا غابات حوض نهر الكونغو؟ قال لك ده هيؤدي زياده انبعاثات الكربون في قاره افريقيا، وبالتالي يحصل اختلال في التوازن البيئي وانقراض عدد كبير من الحيوانات. الغابه دي غابات حوض نهر الكونغو بتمتص كربون اكتر من اللي افريقيا بتطلعه، فلو شلنا الغابه افريقيا هتبقى بتطلع كربون ومفيش حاجه بتمتص اصلا، وده هيبقى فيه خلل في التوازن البيئي وفي كائنات كتير هتنقرض، حيوانات كتير. ايه اللي يحصل لو لم تسقط الامطار الشتويه على مناطق غابات البحر المتوسط؟ مش هيبقى فيه هناك بقى غابات البحر المتوسط ولا اشجار زي الارز ولا الصنوبر ولا البلوط الفليني، دي اهم اشجار غابات البحر المتوسط بالمناسبه، وده هيؤثر بالسلب على التنوع البيولوجي. قارن بين غابات البحر المداريه المطيره ونظام غابات البحر المتوسط من حيث ايه بقى؟ الموقع. قال لك دي موجوده من 10 شمالا ل 10 جنوبا. فين؟ قال لك عند نهر الكونغو، ده عند خط الاستواء طبعا، وسواحل غانا برضك ده عند خط الاستواء، وفي اماكن بعيده عن خط الاستواء زي جزيره مدغشقر. طب دي موجوده فين غابات البحر المتوسط؟ قال لك بص، على طول الساحل الشمالي الشرقي او الشمال الغربي قصدي قاره افريقيا، ومنطقه الكاب، فاكرين جبال الكاب؟ عند جبال الكاب اقصى جنوب القاره. طب تعال نشوف الغابات المداريه المطيره. قال لك بتمطر طول السنه، حرارتها عاليه طول السنه، الضغط الجوي عندها قليل وفيها رطوبه نسبيه. طب دي قال لك بص، لا دي متزينه بقى زي مصر. قال لك في حار جاف صيفا، دافئ ممطر شتاء، حر ومفيش مطر في الصيف زي عندنا، في دافئ وممطر في الشتاء، وبتقل نسبه كميه المطر اللي بيسقط كل ما نتجه شرقا. طبعا ما شاء الله علينا احنا اكتر حد شرقا، وبالتالي احنا اكتر ناس في المنطقه دي بيتمطر عندنا. النبات قال لك اشجارها كثيفه متشابكه الاغصان، ومن اهم اشجارها فيها شجر كثيف ومتشابك زي ايه بقى؟ بص، الماهوجني والابانوس والمطاط والموز والكاكاو والمانجا. قسمهم 3 خشب وصناعه، ماهوجني ابانوس مطاط، 3 اكل، موز كاكاو مانجا. انا عارف الموز والمانجا، ايه الكاكاو؟ دي الشوكولاته يا حبيبي. اشجارها بقى بص متوسطه القصيره، طولها من 5 ل 20 متر، وهي دائمة الخضرة، خضرة طول السنة عشان بتمد جذورها تحت طوال العام، ومن أشجارها الأرز، الصنوبر، البلوط الفلين. طب الحيوانات قال لك بيعيش فيها مين بقى؟ بص، قرود، تماسيح، نمور، أفاعي، إيه كمان يا مستر؟ حشرات زي النمل الأبيض، افتكر كرتون طرزان، كل ده كان في كرتون. طب والبحر المتوسط قال لك بيعيش فيها أغنام وماعز، احفظ 2 ثعالب وذئاب، طيور زي النورة زي الوحيد اللي لوحده، وقوارض زي الفئران والسناجب. الغنم والماعز شبه بعض، ثعلب والذئب شبه بعض، فار وسنجاب شبه بعض، النورس الوحيد اللي لوحده. التربه قال لك في الغابات المداريه المطيره التربه يا عيني لونها احمر عشان مليانه اكسيد الحديد، وفقيره في الاملاح المعدنيه القابله للذوبان. طب والتربه بتاعت البحر المتوسط قال لك بص تربتها فيها تعدد الوانها كتير، احمر واسود وبني اهو تبع لمكوناتها المعدنيه والعضويه، فيها معادن ومواد عضويه وظروف تكوينها،
وتعد تربتها خصبة صالحة للزراعة. تربة خصبة وتنفع تزرع. شوية معلومات كالعادة. خلاص خلصنا. يعد نظام يضم نظام البيئي. بص بقى، في كام مكونات حية زي ايه؟ غير بس اللون. في مكونات حية زي ايه يا مستر؟ قال لك زي النباتات، ماشي، حيوانات، كائنات دقيقة زي الفطر والبكتيريا، كل دي مكونات حية في النظام البيئي. طب الكونات الغير حية ايه اللي مش حي؟ عندك المية مش حية طبعا، عناصر المناخ الحرارة والكده مش حي، والتضاريس والتربة، كل دي عناصر غير حية. طب تنقسم النظم البيئية الأفريقي في أفريقيا لثلاث حاجات: في نظم برية أو أرضية، مائية، وبشرية. تعال ناخد واحدة واحدة. البرية والأرضية زي إيه؟ زي الغابات، ودي اللي معانا المراجعة، حشائش وصحاري درسناهم في الحصة طبعا. المائية نوعين: مية مالحة يا مية عذبة. طب والبشريه ودي ما بندرسهاش فبيحب يسال عليها، قال لك في المناطق العمرانيه والاراضي الزراعيه. مناطق عمرانيه واراضي ايه؟ زراعيه. بيتفاوت حجم النظم البيئيه في العالم. بص في نظم كبيره ونظم صغيره. تعال نشوف. عندك نظام بيئيه صغير جدا زي بركه ميه، دي بتبقى صغنونه قوي قوي دي. وفي نظم كبيره زي الغابات المداريه المطيره، برضو دي كبيره جدا. اكبر واحد قال لك بص اهو، الغلاف الحيوي للارض هو اكبر النظم البيئيه. طب يعد نظم الغابات المداريه المطيره من اكثر النظم البيئيه تنوعا، فيها تنوع كبير. بالنسبه لحشائش السافانا برضو فيها تنوع بيولوجي، بس دي موجوده غلط مش معانا في المراجعه، النقطه الوحيده اللي محطوطه زياده. بكده يبقى احنا خلصنا المراجعه بتاعتنا. انت كده معاك مراجعه شامله عشان امتحان الشهر بتاعك، ربنا يكرمك وتقفله. ما تنساش طبعا ان احنا قدامنا حصه بالظبط في السنتر ونبدا مراجعات. هحاول ان انا احط لك مواعيد بدايه المراجعات في كل السناتر تحت الفيديو ده، بحيث ان انت تكون عارف السنتر بتاعك اللي هتحضر فيه مراجعتك. لو انت معانا او مش معانا هستناك في المراجعه برضه. سلام.